بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة والسهم. نبدأ أو ندخل على الفقرة التالية. فاكرين حضراتكم الحاجة سعدية، ربنا يكرمها ويديها طولة العمر ويبارك لها. احنا رحنا قبل كده صورنا معاها وعرضنا على حضراتكم. تعالوا نفكركم بقضية الحاجة سعدية ونرجع لكم سريعا على طول إن شاء الله. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين. أمنا الكريمة الحاجة سعدية، ازاي حضرتك الأول؟ ان شاء الله تسلم يا ابني وتسلم الوحش ويسعدكم ويبارك لكم وفي صحتكم وفي عافيتكم. الله يبارك لكم. قولي لي يا أم الكريمة، أنا وجدت الصبر متجسد فيكي، فعلمينا من أين أتيت بهذا الصبر؟ من عند الله، من عند الله. الصبر من عند الله، وربنا قادر يشفيني، قادر يشفيني ربنا، قادر يكبر بخاطري. كنت زي الفل يا ابني والله. الصبر من عنده، الصبر الصبر ما فيش له هو الصبر. لما دخلت عليك يا أمي لقيتك بتشكر ربنا وبتعلمينا ازاي نشكره على البلاء. يعني لا، الحمد لله على اللي يجيبه. راضية، أنا راضية، أنا راضية، ونزدني أكتر من كده راضية برضه، والحمد لله. من الليل والنهار البق ما بتقطعش من القرآن خالص، وقناة الرحمة شغالة على طول. اسأل موسارة بره اهي، شغالة على طول على طول قناة الرحمة. يا حاجة، طمعانة في ايه عند ربنا؟ يعني انت عايش على امل ايه؟ عايشة على أمل ربنا يشفيني وأقعد. نفسي أقعد يا ابني، طالبة إن أنا أقعد وأمشي تاتي بس كده، هو ده اتحسن على الحيطان. دي اللي أنا طالباه من ربنا، وربنا قادر ينولهوني. يقعد وأمشي تاتي كده، هو زي الطفل الصغير، بس أقوم أقف زي ما كنت بمشي الأول. دي اللي أنا طالباه من ربنا. طب يا حاجة، يعني لو هتطلبي حاجة مننا تانية أو المشاهدين، إيه اللي في نفسك نجيبهولك؟ تجيبوا لي يعني إزاي يعني؟ يعني عايزة مسند، أنت قلت لي في مخدة. في مخدة اسمها، مش عارفة مخدة اسمها إيه كده، مخدة طبية. يعني عشان العمود الفقري والحاجات دي، أحطها بس في عند وسطي هنا، أترفع بس فوق شوية كده، ورجلي المبصرة بتلاقينها لي. يعني عايزة مخدة وتسجيل. ولو ربنا يشفيكي نفسك في عمرة. نفسي والنبي يا ابني، نفسي. يا سلام يا سلام، ده انا اللي يطلعني العمره ابوس رجليه. ان شاء الله يا حاجة هنزورك وهنجيب لك التسجيل ونجيب لك المخدة، ولو ربنا كرمنا كمان بعمرة هنجيب لك العمرة وهنكون جنبك ان شاء الله. الله يبارك لك، الله يكبر بخاطرك. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين. والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين. الواحد بيتعلم الصبر من أمهاتنا يعني اللي ربنا ابتلاهم بالمرض، ومع ذلك صابرين زي الحاجة سعدية، ربنا يكرمها ويطول في عمرها. هي طلبت عمرة ومخدة وشوية طلبات. الحلقة الماضية ربنا أكرمنا بالأستاذ عمر، هو في السعودية، ولما سمع عمل للحاجة عمرة في السعودية واتصل بينا قال أنا عملت لها النهاردة عمرة بعد صلاة الجمعة. ربنا يأجره خير ويتقبل منه هذا العمل واجعله خالصا لوجهه الكريم، ويثيبنا ويثيب حضراتكم ويثيب كل أهل الخير. واحنا كنا الحقيقه ناويين ان احنا نطلع الحاجه سعديه عمره، وفي ناس من حضراتكم اتصلوا بيا وبعتوا رسائل وانا اتصلت بيهم، وبعدين كانوا مستعدين يطلعوها عمره، ولكن احنا الدكتور قال لنا ان صعب جدا انها تطلع عمره، لان عندها العمود الفقري فيه مشاكل وعندها رجليها فيها مشاكل وهيبقى فيه خطر على حياتها. وبالتالي اتصلت بحضراتكم تاني، كل الناس اللي وعدونا بالعمره اتصلت بيهم تاني وقلت لهم يا جماعه الموضوع كذا كذا كذا، فاللي عاوز يساعدها بقى يساعدها. فربنا اكرمنا، ناس بعت التسجيل، ناس جابت مخده، ناس جابت فلوس، ناس جابت حاجات تانية كتير، وبالاضافه طبعا للعمره اللي ربنا يعني اكرمها بيها وعملها لها الاستاذ عمر في السعوديه. ربنا يكرمه ويكرمها بيها ويكرمنا كلنا معاها ان شاء الله بهذه العمره. ورحنا بعد كده علشان خاطر برضه نحاول نرضي
أمنا الكريمة الحاجة سعدية ونتواصل معاها ونوصل حضراتكم بيها ونعمل خير مع بعض. وده هدفنا من برنامجنا، ان احنا نعمل خير. برنامجنا برنامج تنموي بيحاول يعمل خير في كل فروع او في كل مجالات الحياة. تعالوا نشوف بقى لما رحنا للحاجة سعدية ايه اللي عملناه والحالة اللي هي كانت فيها كانت عاملة ازاي. وانا مش عاوز احكي لكم تفاصيل كتيرة، انا عاوزكم تشوفوا بنفسكم ايه اللي حصل، ولما نرجع تاني يمكن يكون لنا مع بعض كلام بإذن الله تعالى. شوفوا الفقرة ونرجع لكم على طول إن شاء الله تعالى. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق عالكذب. أمنا الحاجة سعدية ازيك؟ الله يسلمك يا ابني. وحشتينا وحشت كل الناس، والناس كلها لما شافت صورتك الجميلة وابتسامتك كله أصر إن أنا أوصل لك سلام وتحياته. الله يسلمهم، الله يكفيهم شر المرض، الله يبارك لهم في صحتهم وبعافيتهم. أمنا الكريمة، فاكرة أنت كان نفسك في إيه لما كنا معاك المرة اللي فاتت؟ يا ابني كنت نفسي في تسجيل، وكنت نفسي في المخدة الطبية جبتوها لي، وجبت لي حاجات حلوة، جبت لي سرير، وجبت لي بطانية، وجبت لي من ملايين السرير، وجبت لي كل حاجة حلوة. وكمان يعني أو العمر اللي كان نفسي فيها جبتها لي، وواحد من أهل الله حقها لي وهبها لي. الله يبارك لهم في صحتهم وفي عافيتهم، ويخليك لي ابنك يا ابني ويسعدك. شوفي، أنا ما جبتش حاجة من عندي، الناس اللي شافوكي وحبوكي وبيحبوا قناة الرحمة كلهم اللي تفاعلوا معانا وكلهم اللي بعتوا لك دي، وأنا مجرد مرسال بوصل لك الحاجات اللي هم بعتنها لك. أنت برضه الخير والبركة يا ابني. قولي لي صحتك عاملة إيه؟ الحمد لله، الحمد لله، أحمده على اللي يجيبه، وأنا راضية باللي هو يجيبه، والصبر مفيش أحسن منه، ولازم اللي يجيله عشان الصبر حلو، وتصبري على مرضك حلو، وتصبري على كل حاجة حلوة، وكل ما تقول يا رب ربنا معاك، بالليل وبالنهار قول يا رب، وانت خارج الصبح قول بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت وتوكلت عليك انت يا رب، شوف بقى ربنا هيديك خير قد ايه. الناس لما شافوكي وانت مريضة ومع ذلك صابرة وفرحانة ومبتسمة كلهم مستغربين ازاي الحالة الجميلة ديت انت حاسة بيها. لا الحمد لله يا ابني، الحمد لله، لازم اصبر عشان ربنا يجيب لي الشفاء ويرد لي بالشفاء، انما لما ما اذكرش الله مش هيجيب لي الشفاء. اما اذكره بالليل والنهار، ده في الفجر بيبقى الفجر الله اكبر وصحي وبدعي للناس كلها واقول يا رب بالليل والنهار، واقول يا رب، وكل ساعه كل وقت اقول يا رب، والحمد لله على اللي هو يجيبه. ادعي لاخواننا المشاهدين اللي ساعدوكي والقناة الرحمة اللي كانت سبب الحقيقة في التواصل بينك وبينهم. يا رب يخليه عم محمد حسان، ويسعده ويبارك له ويشفيه ويخليه، والنبي وتبقى توصل السلام بتاعي له، قول له الحاجة سعدية بتسلم عليك، وطول ما انت بتعمل خير ربنا هيديك خير، والحمد لله على اللي يجيبه ربنا، وانا راضيه بقضاء ربنا يا ابني، وان شاء الله باذن الله. والله انا خير يا ابني،
عشان انا مسلمه وموحده بالله وانتم مسلمين وموحدين بالله، ان انا رب حسن ان انا هقعد، وانت يا مصر يا ابني من عندك انت كده ادعي لي ان انا اقعد. نفسي اقعد يا مصر يا ابني. ربنا يا حاجه يشفيك وينولك اللي في بالك وتفرحي بصحتك كده، وان شاء الله تبقي اسعد حد في الدنيا. اللي انا نفسي فيه ان انا اقعد بس كده اهوت وابقى حلوه كده اهو. قناة الرحمة والمشاهدين بتوعها لما شافوا برنامج حضرتك وشافوا الحلقة بتاعتك تفاعلوا معاكي، جبنا لك السرير بقى، واحنا عارفين ان انت هتطلعي كده عليه ان شاء الله براحتك. وده كمان مبلغ اهوت يا حاجة من اهل الفضل اللي جم معانا واللي وصلوهم اللي بعتوه لحضرتك معانا. متشكرين منهم قوي قوي، ويسعدهم ويبارك لهم اللي ساعدوني كلهم يا رب، ويبارك لهم في اولادهم وفي صحتهم وفي عافيتهم، ويحبب فيهم الناس كلها. مش عاوزة مننا حاجة يا أمي سعدية؟ نعم. عاوزة مننا بقى أي حاجة؟ أنا عايزاه منكم إن أنتوا تيجوا تزوروني ولا تنسونيش، مش تيجوا بقى النبات وبعد كده ما تجوش، لا أنا عايزة إن أنتوا تيجوا تزوروني. المرة الجاية نيجي نلاقيك قاعدة وبتتمشي كمان في الصالة هنا. خليك يا ابني، يخليك يا مظهر يا ابني، يا رب يسعدك ويبارك لك في صحتك يا رب. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين. يعني الواحد لا يملك أمام هذا الدعاء إلا أن يقول اللهم أمين، اللهم تقبل يا رب العالمين. وأنا بأكد إن أنا مجرد وسيط، وبعتذر إن كنت بضطر أظهر الصورة وأظهر اللي عملناه وأظهر كل حاجة، لكن يعني لازم تعرفوا حضراتكم إن أنا بعمل كده عشان يكون في مصداقية. اللي بعت سرير يلاقي السرير، اللي بعت مرتبة، اللي بعت فلوس، يبقى كل واحد شايف حاجته قدام عينيه بالظبط. وفي نفس الوقت برضه نشجع الناس اللي ما بتعملش إن هي تعمل، وده هدفنا. إحنا عاوزين يا جماعة نعمل خير على قد ما نقدر، ومصر النهاردة محتاجة لكم، والفقراء محتاجين لكم أكتر من زمان بكتير.